مرحبا بكم في هذه الليلة الهادئة مع ثقافة في المخدة. غمضوا عينيكم ونوروا عقلكم وارتاحوا. إلا كنتي مولف تسوق ولا غير راكب مع شي واحد من عائلتك، غادي تكون لاحظتي واحد البلاكة كتعاود ديما ملي كتدخلوا لشي ستاسيون. بلاكة مكتوب عليها ممنوع تهضر في التليفون. علاش زعما؟ واش خايفين هاد التليفون اللي في يديك يفرقع ستاسيون كاملة؟ ولا هادشي غير قانون وسلام؟ بزاف ديال الناس كيسحب ليهم باللي الريزو ديال التليفون يقدر يدير شي شرارة ويشعل العافية في ستاسيون د المازوت، ولكن هاد الهضرة ما كاينش منها. الدراسات بينات باللي نسبة أن الريزو يشعل العافية هي 0%. إيوا الخطر منين كيجي؟ السر كاين في جوج حوايج: البخار ديال ليسانس والضو ديال الحوايج، ولا اللي كنسميوه الكهرباء الساكنة. ملي كتكون تعمر ليسانس كيخرج واحد البخار ما كنشوفوهش بعينينا، ولكن ريحته مجهدة. هاد البخار أي شرارة صغيرة تقدر تشعل فيه العافية. وهنا كتجي القصة ديال التليفون. تخيل معايا وقفتي في ستاسيون، خشيتي تويو في الطوموبيل ودخلتي تجلس في الكرسي باش تهضر في التليفون مع راحتك. ملي كتحرك فوق ديك الكرسي، الذات ديالك كتشحن بديك الكهرباء الساكنة. ملي كتخرج وكتقيس تويو ديال ليسونس بيدك، كتنقز واحد الشرارة صغيرة من صبعك، ومع داك البخار كتشعل العافية. يا لطيف. يعني التليفون بريء، هما منعوه حيت كيلهيك وكيخليك ترجع تجلس في الطوموبيل وتنسى راسك. الشركات بغاوك تبقى واقف حدا الطوموبيل وحاضي شغالك باش ترجع لدارك سالم. وبطبيعة الحال كاين احتمال ضعيف بزاف أن بطارية التليفون تفرقع، ولكن السبب الرئيسي هو الكهرباء الساكنة. كنتمنى نكون خففت عليكم. بقاو على خير وأحلام سعيدة ومريحة مع ثقافة في المخدة.